تدخلت مصالحنا مساء هذا اليوم في حدود الساعة 6:13 مساء على مستوى شارع تولا حمو بحي الدرب بلدية دائرة وهران. التدخل كان من أجل حادث تمثل في انهيار جزئي لجدار الواجهة حوالي 8 متر مربع واجهة الطابق الثاني لبناية متكونة من طابق أرضي زائد طابقين وهي في طور الإنجاز. خلف هذا الحادث وللأسف الشديد وفاة ضحية من جنس ذكر، طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة متوفي في عين مكان، تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي. كما تم تسجيل إصابة طفل آخر يبلغ من العمر حوالي 11 سنة، تم نقله قبل وصول إسعافاتنا، فيما سخرت مصالحنا لهذا التدخل سيارتين إسعاف من بينها واحدة طبية وشاحنة تدخل بالإضافة إلى 15 عون تدخل بمختلف الرتب.